السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد الدرس الخامس في المفهوم الأول اللي هو علاقة الوظائف بالتكيف. هتقولي هو في علاقة ما بين الوظائف والتكيف؟ هي الوظائف ديت أصلا؟ الوظائف ديت زي التنفس، زي الهضم، العمليات اللي بتحصل جوه جسم الحيوان. طيب ايه علاقتها بالتكيف؟ الوظائف دي علشان تحصل محتاجة أعضاء معينة أو تراكيب معينة تبقى موجودة في جسم الحيوان دوت. التراكيب أو الأعضاء ديت هي اللي بتخلي الحيوان يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. عشان كده الوظائف زي التنفس محتاجة أعضاء أو تراكيب تبقى موجودة في جسم الحيوان علشان تخليها تحصل، والأعضاء والتراكيب ديت بيساعدوا الحيوان على التكيف. إذن في علاقة ما بين الوظائف والتكيف. تعالوا بقى ندخل كده في مثال. عندنا يوجد كائنات حية لم تستطع التكيف مع التلوث الحادث في الهواء والماء مما أدى إلى انقراضها. ده اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، قلنا إنه في كائنات حية بسبب التلوث اللي حصل في البيئة اللي سببه الإنسان ما قدرتش إن هي تعيش، يا إما هجرت يا إما انقرضت، يا إما عرفت تتكيف وعاشت. بس هي لو معرفتش تتكيف يا إما هتهاجر يا إما هتنقرض. طب اللي انقرضوا دولت زي إيه؟ قال لي زي البرمائيات. البرمائيات ديت هي حيوانات يمكن أن تعيش في الماء أو على اليابس. يعني إيه؟ يعني ممكن تعيش على الأرض، على سطح الأرض عادي، وممكن تعيش في المية زي الضفدع كده المصري اهو. ده كده صورة الضفدع المصري، او زي ضفدع التين، ده ضفدع التين، او زي السلمندر. يبقى انا عندي 3 انواع من البرمائيات معرفوش ان هم يتكيفوا مع التلوث اللي سببه الانسان فانقرضوا، زي الضفدع المصري، زي ضفدع التين، وزي السلمندر. الضفادع عامة بقى في عملية التنفس اللي هي الوظيفة بتاعة التنفس. ما احنا قلنا الوظائف ديت اللي هي العمليات الحيوية اللي بيقوم بيها الحيوان زي التنفس. قال ان الضفادع بتعتمد على طريقتين في التنفس. الطريقة الأولى هي التنفس عن طريق الرئتين زي الإنسان بالظبط. قال لي طب دي بيحصل فيها ايه؟ قال لي اكيد ان هي بتستخلص الاكسجين من الهواء الجوي عن طريق الرئتين، وبتطرد ثاني اكسيد الكربون برضو من خلالهم. يعني بالظبط بتعمل نفس العملية اللي بيعملها الإنسان عن طريق الرئتين. طيب تاني طريقة، قال لي الطريقة التانية التنفس عن طريق الجلد. الله، ازاي بتتنفس عن طريق الجلد؟ قال لي انه الجلد ده بيغطي جسمها ويسمح بمرور الماء والغاز من خلاله. يعني الغازات زي الاكسجين وثاني اكسيد الكربون يقدروا ان هم يمروا من خلال الجلد دوت، حيث يمتص الجلد الاكسجين من الماء مباشرة. يبقى المية فيها اكسجين زائب فيها، لما بتيجي المية تدخل او الجلد يمتصها بتقوم المية داخلة بالاكسجين، فيقوم هو مدخل الاكسجين او ممتصه من خلال مين؟ من خلال الجلد. وبكده هو عمل ايه؟ تنفس من خلال الجلد. قال لي بقى انه النوع دوت بيحتاج الى مياه نظيفة ليتمكن من البقاء على قيد الحياة. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى عايش في مكان فيه مياه نظيفة، علشان لو حصل تلوث هو مش هيعرف يعيش وهينقرض او هيهاجر. علشان كده لازم يعيش في مياه نظيفة علشان يبقى على قيد الحياة. طيب قال لي كمان لأن لديهم حساسية كبيرة لآثار التلوث والفيروسات. زي ما احنا قلنا ما يقدروش ان هم يعيشوا في مكان او في مياه متلوثة او فيها فيروسات، لأن الفيروسات والتلوث ده بينتقل عن طريق الماء من خلال مين؟ من خلال الجلد، لأنه الجلد بيمتص الماء اللي فيها الأكسجين. دليل بقى على كده ايه بقى؟ انه تعرض حوالي 90 نوع من البرمائيات خلال 20 عام للانقراض زي الضفدع الذهبي. الضفدع الذهبي دوت اللي بيبقى لونه زي ميال للذهبي او ميال للاصفر. 90 نوع ده طبعا من البرمائيات، كمية كبيرة جدا خلال 20 عام تعرضت للانقراض، يعني اختفت تماما. والاكتر اللي اختفى هو الضفدع الذهبي. ايه كمان؟ انا مش كده وبس، ده كمان انقرض 124 نوع اخر من البرمائيات، انقرضت ومعرضة لسه للانقراض، يعني لسه عمالة تنقرض. يعني 90 نوع اصلا تعرض للانقراض خلاص، وفي لسه 124 نوع لسه هيتعرضوا للانقراض او معرضين للانقراض وبينقرضوا حاليا. ماذا يحدث اذا استمر الانسان بالقاء المخلفات في المياه التي يعيش فيها البرمائيات؟ يعني فضل يلوث في الماء دوت، ايه اللي هيحصل للبرمائيات؟
قال لي طبعا تلوث المياه دوت هيخلي البرمائيات ما تعرفش ان هي تبقى على قيد الحياة بشكل صحي وتتعرض للانقراض زي ما احنا قلنا، لانه التنفس بتاعها بيكون من خلال ان هي بتمتص الماء اللي فيه الاكسجين من خلال الجلد، وان هي تمتص الاكسجين اللي فيه التلوث دوت او المياه المتلوثة ديت، ده طبعا هيعرض حياتها او هيضرها، وكمان هيعرضها للانقراض او ان هي تهاجر من المكان دوت. انقراض طبعا يعني تختفي تماما. العلماء في انقاذ البرمائيات دلوقتي بقى العلماء اجتمعوا وقالوا احنا لازم نعمل مشروع علشان ننقذ البرمائيات. هنسمي المشروع دوت ايه؟ انقاذ البرمائيات وحمايتها. مش احنا عايزين ننقذ البرمائيات، يبقى هنعمل مشروع وهنسميه بنفس الاسم اللي احنا عايزين نعمل بيه الهدف بتاعنا. طيب هنعمله فين بقى؟ قال في دولة بنما. دي دولة بنما اللي عملوا فيها مشروع انقاذ البرمائيات وحمايتها. فيها مياه كتير، علشان كده يعرفوا ان هم يحموا او ينقذوا البرمائيات من التلوث. قال ان هو هيعملوا اول حاجة في المشروع انقاذ وحماية العديد من انواع الضفادع التي تعيش في الغابات المطيرة من الانقراض. يعني هيحموا وهينقذوا الضفادع المعرضة للانقراض اللي موجودة في الغابات المطيرة. طيب تاني حاجة ايه؟ دراسة البرمائيات لحل اللغز وراء اختفاء البرمائيات حول العالم بمعدلات مخيفة. يعني ايه معدلات مخيفة؟ يعني معدلات كبيرة جدا او ضخمة. البرمائيات او الضفادع عمالة تختفي بكمية كبيرة واحنا مش عارفين السبب ايه. فاحنا هنجيب البرمائيات ديت او الضفادع او الحاجات اللي هي ضمن الضفادع او قريبة من شكلها وندرسها علشان نعرف هي بتختفي ليه، عشان نعرف نعالج الموضوع دوت وننقذهم ونحميهم وما يختفوش او ما ينقرضوش بمعدلات مخيفة. طيب تالت حاجة دراسة كيفية تفاعل هذه الحيوانات مع البيئة وما يحيط بها مما يصيبهم بالأعباء. يعني ايه؟ يعني احنا هنشوف دلوقتي البرمائيات او الحيوانات ديت ازاي بتتفاعل مع البيئة ومع اللي بيحيط بالبيئة علشان نعرف ايه اللي بيصيبهم من الأعباء، نعرف ايه اللي بيخليهم ينقرضوا او ايه اللي بيخليهم يختفوا. فاحنا لازم ندرسهم ونعرف كيفية التفاعل بتاعهم مع البيئة عشان نعرف هما ايه اللي بيخليهم يختفوا ونعالج الموضوع ده. العلماء يبقوا غطوا كل الاسباب اللي ممكن تؤدي لانقراض البرمائيات او الضفادع بالذات في المشروع بتاعهم اللي هو انقاذ وحماية البرمائيات. كده يا حلوين نكون خلصنا الدرس الخامس، هو درس صغير خالص، وكده نبقى احنا خلصنا المفهوم الاول كامل متكامل موجود على القناة. لو فايتكم دروس من الاول اسمعوها علشان تفهموا المفهوم كويس، وباذن الله هنزل الفيديو اللي جاي ان شاء الله حل على المفهوم الاول من كتاب الاضواء.